الآية اللي بعدها 42 الله قال شنو؟ ظهر الفساد، ظهر الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر. فساد. الآن شباب طوق قالوا الراجل يعرس الراجل، وعايزين يفتحوا لنا باب شر في السودان، وقالوا المرأة تعرس المرأة. لكن في فساد أكعب من ده، كون الراجل يعرس الراجل ولا المرأة تعرس المرأة، في فساد أكعب من ده. رأيكم شنو؟ هل تعلمون ما هو هذا الفساد؟ قال تعالى في الآية 13 من سورة لقمان، قال تعالى في الآية 13 من سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، لما أشركوا بالله وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم انتو ديل، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. حتبقوا موحدين أصحاب عقائد صحيحة ولا حتبقوا مشركين زي قوم نوح؟ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. لكن الغالبية وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. توحيد توحيد، كرهتون الحلقات في الأسواق توحيد، المنابر توحيد، الإذاعة كله توحيد. نعم والله نملاك توحيد لما روحك تطلع، والله نديك توحيد رصاص جبخانة ثقيلة، والله طول حياتنا ندعو إلى التوحيد، والله أرجو الله تبارك وتعالى، لكن ما بيستجيب لي ربنا لأنه دي دعوة صعبة جدا. لكن بالنية إن شاء الله ربنا يقبلها مني. يا الله تديني 950 سنة زي نوح عشان أدعو إلى التوحيد. بالنية باخدها ولا ما باخدها؟ قل بالنية تاخدها، لكن ما بحصل 950، بموت ما بين 60 والسبعين. السلام عليكم، صح ولا لا؟ عشان كده الله قال ظهر الفساد. كده نبدأ أول ياتوا فساد ده. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأكبر فساد هو فساد العقيدة. الآن أنا أديكم إحصائية في بلدنا السودان، زيادة من 7000 قبة وضريح وبيان وقبر يعبد من دون الله. 7000. أنا ما أقول 7000 مسجد لتحفيظ القرآن، لا، انتبهوا يا رجال، ما بقول 7000 مجمع إسلامي لتخريج الدعاة والمصلحين، لا، 7000 ما بين قبة وضريح وقبر في بلدنا السودان يعبد من دون الله. ده فساد ولا مو فساد؟ قبب وأضرحة موجهة إلى السماء كأنها صواريخ يحارب بها الله ورسوله. اي والله فساد. بدل ما يدعو الله يدعون الأموات من دون الله. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعانة والاستعاذة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك. فافهم أيها المسلم، فافهم هديت أوضح المسالك. فصرف بعضها لغير الله، تصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، فصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. وأنا أسأل السؤال الآن، أغلب الناس الآن يدعون الله ولا يدعون غير الله؟ الغالبية الله قال وقعوا في الشرك. ولو أنت بقيت موحد أشكر الله على هذه النعمة.
لأن الغالبية الله قال شنو؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله قال الغالبية. في نوع لو عتر ما بيقول يا الله، لو عتر يقول يا ود عويس القلب الغنماية تيس. واحد ثاني لو عتر ما بيقول يا الله، خلي بالك. لو رجله عترت بيقول يا شيخ الصادقات الأسرع من الواتساب. ما شاء الله شريك مقنن على مستوى الفيسبوك والانترنت. الشريك بتاع زمان قبل فوق ده انتهى، شركة الحبوبات انتهى، الآن بقى في شريك موديل 2018 قبل فوق ده انتهى. نادي أهل الزوق، قبل يمين نادي الصالحين، قبل ورا نادي بشرة، قبل تحت نادي المسك دخله. الآن بقى يا شيخ الصادقات الأسرع من الواتساب. شرك مقنن على مستوى، صح ولا لا؟ وكل القديم والجديد بيوديك جهنم. كله القديم يا ود عويس القلب الغنماية تيس ويا شيخ كله بيوديك جهنم. وحكمك في الدنيا مشرك بالله، مشرك بالله في الدنيا، لأنه من دعا غير الله فهو مشرك. الدليل ومن يدعو مع الله إلها إيش آخر لا برهان له به، لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمى الله تبارك وتعالى كل من دعا غيره سماه مشركا. وفي بعض الدعاة ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية زورا وبهتانا سموا من دعا غير الله مسلما جاهلا، سموا من عبد الطاغوت مسلما جاهلا، سموا من سجد لغير الله مسلما جاهلا. وهذه عقيدة المرجئة. من دعا الأموات مشرك ونعينه. اي والله كما قال شيخنا بن باز كل من عاش بين المسلمين وهو يسمع الدعوة، يسمع قال الله قال رسوله، فقد قامت عليه الحجة. أرسل الله الرسل، بهذا بإرسال الرسل تقوم الحجة رسلا. عشان ما تقول الحجة ما قائمة. من اللي قال لك ما قائمة؟ مين اللي قال لك ما قائمة؟ الله أرسل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ولا ما أرسل؟ أجيب. أرسل الله الرسول ولا ما أرسله؟ طيب ببعثة الرسول تقوم الحجة ولا لا؟ أنزل الله الكتاب ولا ما أنزل؟ أنزل الكتاب. طيب بإنزال الكتاب تقوم الحجة ولا لا؟ قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة إيش رسولا. طيب بعث الله الرسول؟ نعم. ببعثة الرسول تقوم الحجة؟ أيوة. طيب الرسول عليه الصلاة بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الرسول بلغ والقرآن نزل. تاني راجين شنو؟ يجي واحد يقول لك مدد يا برعي، يقول لك لا نحن لا نحكم عليه بالشرك، لكن نقول كلامه شرك وهو مسلم جاهل. بالله عليك، بالله عليك يا مسكين، من الذي علمك؟ من الذي علمك؟ ارجع لفتاوى علمائنا في المملكة، الشيخ ابن باز، اللجنة الدائمة. من الذي فصل القول من القائل؟ عقيدة الإرجاء احذروها يا شباب، عقيدة المرجئة احذروها. الآن الذي يقود هذا الإرجاء في هذا البلد بما يسمى مزمل الفقير وآداب وأحمد البدوي وكل من لفهم، عندهم عابد القبر، عندهم من دعا الأموات من دون الله، يسمونه مسلما جاهلا. كيف الإنسان يجهل لا إله إلا الله؟ كيف المسلم يجهل لا إله إلا الله؟ عشان كده يا إخوان انتبهوا، كل من دعا